إخواني، السلام عليكم ورحمة الله. سلام تام لكاع المتابعين. خبر عاجل. اعتقال جزائري بمدينة تطوان وبالحوزة ديالو مسدس وعدة أعيرة نارية مع واحد الجيري مضاد للرصاص أو درع مضاد للرصاص ومبالغ هامة من اليورو، حاول إدخالها عبر معبر تطوان إلى المغرب. هانتوما غتشوفوا الصور معايا كما كتشوفوا، يعني عملية إحباط، إدخال سلاح ناري مع أعيرة نارية مع درع مضاد للرصاص ومبالغ هامة من طرف جزائري. هذا ما يدل أن راه هذا النظام الجزائري بغى يدير البلبلة في المغرب، بغى يدير شي حاجة في المغرب. وهاد العملية اللي حبطوا فيها عناصر الشرطة، هذا السلاح الناري، يعني ما هو إلا يدل على أن راه خصنا بزاف ديال اليقظة، خصنا بزاف ديال اليقظة، خصنا نردوا البال. سيرتو حنا مقبلين على تنظيم يعني كأس إفريقيا للأمم سنة 2025. يعني راه النظام الجزائري سيحاول بما أوتي من قوة لكي يفشل هذا العرس الكروي. فكنتمنى من الأجهزة الأمنية تزيد تشدد الرقابة على الحدود من أي جهة. يعني راه هذا خبر خطير، هذا غير سلاح ناري، علم الله اش كانوا بيدخلوا. يعني كنطلبوا من الأجهزة الأمنية أنهم يردوا البال مزيان، وحنا دايرين الثقة في الأجهزة الأمنية المغربية اللي هي زعما كفؤة وعندها كاع المؤهلات باش أنها تحبط أي عملية. فهذا أمر خطير، امر خطير جدا. ماشي اول مره يسبق يعني ضبط جزائري بحوز ديالو سلاح، ولكن في هذه الوضعيه بالضبط، هذا الوقت بالضبط، راه هو امر خطير. هذا ما يدل ان النظام الجزائري راه محروق، وراه بغى يدير جميع الطرق جميع الوسائل باش يدير البلبله في المغرب. الحمد لله عندنا اجهزه امنيه لينا زعما محل عينيها مزيان وعارفه اش كدير. وشكرا هذا الجهاز او هذا الجهاز اللي حبط هذه المحاوله. وكنتمنى من الجميع يردوا البال، وتحيه تامه للاجهزه الامنيه. وهذا الخبر العاجل انتم كتشوفوا الصور. نخليكم في امان الله، الى الفيديو المقبل والى اللقاء.